يسعد أوقاتكم حبايب قلبي من ما كنتوا عم تتابعوني وبأي وقت عم تتابعوني فيه. هون عم حضر لعيد ميلاد ابني، هيك شغلات بس هيك يعني اشياء بسيطة. عم اعمل له هون ورق العنب، حطيت كوب رز مغسول ومنقوع، وحطيت بقدونس وبندورة وبصلة مفرومة ناعم، يعني كوب رز وكوب بقدونس وكوب بندورة وبصلة ومعلقة نعناع يابس وزيت زيتون وحامض وملح. حركتهم منيح وهلأ هون عم لفهم بهذا الشكل. خبروني صبايا مين هيك مثلي بيحب هذا الأكل بأعياد الميلاد، التبولة والورق العنب والبرك والكبة أكتر من الحلو والجاتو. خبروني تحت بالتعليقات. هون كمان عم حط طبقة يعني خضرة مع ورق العنب، حطيت طبقة بطاطا. هلا عم صف الورق العنب بهذا الشكل، بحط طبقة خضرة هيك لحتى تخلص الكمية عندي، وبتركها تستوي على نار هيك هادي خفيفة كتير. هلا هون كمان عم حضر الكبة، عندي كوبين من البرغل، وحطيت لهم كوبين مي سخنة وغطيتهم حتى تتفتح حبة البرغل. هلا هون عم حضر الحشوة. حطيت شوية زيت نباتي، بصل عم احمصها لحتى يصير لونه ذهبي. ضفت عليها اللحمة. هلا بحركها هيك لحتى أول ما تستوي بضيف البهارات والملح. هلا عنا ملح وفلفل أسود 7 بهار ضفت لها، وهون ضفت المكسرات، حطيت لها جوز وفستق حلبي. هلا هون رجعت للكبة، لقيتها متفتحة حبة البرغل. أنا حطيت لها كركم أو عقدة صفرة، هذا الشيء اختياري، بس هلأ بدكم ليش حطيت لها إياه. حطيت لها حبتين من البطاطا، وهون بصلة مبروشة، ودعكتها هيك بشكل كتير منيح لحتى صارت عندي عجينة. هلا هون عم كبكبها. أنا حطيت لها عقدة صفرة أو كركم لأنه عم أعمل عيد ميلاد ابني باللون الأصفر، كل شي باللون الأصفر، بقى هيك حبيت إني أضيف العقدة الصفراء. حطيتهم بأطباق وبالفريزر. هون عم قطع التبولة وجهزها. وهون مثل ما قلت لكم، بما اني عم تساوي كل شيء انا باللون الاصفر، كمان بدي حابة اعمل جات الفواكه كمان هيك الفواكه اختارها لون اصفر. جبت شمام وموز ومانجو، بس هلا الشمامة حبيت هيك اعطيكم فكرة انه هيك حلوة، كيف انه عملت فيها شكل هيك سلة، بما انه عيد ميلاد اطفال هيك، ويعني ابني صغير وولاد مجتمعة هيك كتير، يعني عجبتهم الفكرة وحبوها، يعني بسطوا فيها. هيك عملتها هيك بشكل تقريبي سلة، وعملت لها الحزوز عطوها هيك شكل حلو وسيمبل ناعم يعني. ومثل ما قلت لكم عم بعمل كل شيء بالاصفر. كمان هي ذرة لونها اصفر، حبيت هيك يعني اعمل ذرة معهم، حتى كمان الصغار هيك انبسطوا فيها، وحتى مع الكبار يعني بس قدم لحدا صحن مثلا ورق عنب، تبولة، كبة مع قطعة ذرة، يعني هيك يعني شكلها مرتب. هلا هون قطعتهم بهذا الشكل وحطيتهم على الغاز ليستو. هون عم جهز للبيتزا. عندي حطيت معلقتين خميرة ومعلقة سكر وكوبين من الماء الدافي، وهون كوبين من الطحين. هلأ بحركهم كتير كتير منيح، وبغطيهم لمدة 10 دقايق. هلأ هون بعد 10 دقايق بضيف لهم 3 أكواب طحين، يعني صار عندي 5 أكواب طحين، كوبين أول وهلأ 3. معلقتين حليب بودرة، مع الطحين أنا حاطة ملح، وهون نص كوب زيت نباتي. هلأ بعجنهم هيك كتير منيح عايدي لمدة من 7 ل8 دقايق، إذا عندكم عجانة يعني حسب كل واحد شو عنده. هلأ عجنتهم بهاي الطريقة، وبحطهم هلأ بقلب جاط، حطيت فيها شوية زيت زيتون، حطيته حتى ترتاح العجينة وشكلها. هلا هون جهزت العجينة، عملتها لكرات، وجهزت الحشوة تبع البيتزا، صلصة وزيتون مقطع وفليفلة،
وذرة. هلا بما انه انا كمان عم اعمل عيد ميلاد ابني باللون الاصفر واخترت الكيكه سبونج بوب، حبيت اعمل كمان البيتزا على شكل هيك بشكل تقريبي لسبونج بوب. كتير انبسطوا فيها الاولاد وحبوا الفكره. هون قليت الكبه وهون السفرة صارت عنا جاهزة. إن شاء الله هيك تكون عجبتكم واستفدتوا منها، واكتبوا لي تحت بالتعليقات إذا عجبتكم هالأفكار. بتمنى إذا عجبتكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك. بحبكم كتير.